السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا عملنا مع بعض التورته الفور سيزون، احلى من المحلات واوفر كمان بكتير. هتلاقوها موجوده على القناه. وكمان عملنا حلويات تانية كتير زي ما انتم شايفين الشكل بتاعها، كأننا جايبينها من المحل بالظبط. كمان هنعمل مع بعض النهارده بسكوت اليانسون بطريقه مميزه جدا. غير ان احنا كمان عملنا مع بعض زي ما حضراتكم شايفين البسبوسه المرمله المكرمله، اللي طعمها بجد طعمها كان يجنن، واقتصاديه جدا. يعتبر البسبوسة الأيام دي أكتر حاجة حلوة وموفرة واقتصادية، مش هتكلف معاكي كتير. هاحط لكم اللينك بتاعها. ده غير كمان الحجازية عملناها مع بعض، هتلاقوا الطريقة بتاعتها برضو موجودة في القناة. يلا بينا نبدأ، بسم الله ونصلي على سيدنا محمد، ونبدأ في وصفة النهاردة. هنعمل مع بعض بإذن الله بسكوت باليانسون، هيبقى اقتصادي جدا، مكوناته سهلة وموجودة تقريبا عندنا كلنا في البيت، هيعجبك بإذن الله. يلا بينا نشوف الوصفة. أول حاجة أنا هنا معايا كل المكونات، هبتدي أحضرها معاكم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. الميزة في البسكوت بتاع النهاردة ان احنا مش هنعمله بخلاط، كمان مش هنعمله بالزبدة، هنعمله بمكونات اقتصادية، وهنعمله كمان من غير سمنة. فزي ما انتم شايفين كده انا معايا كوباية من السكر، دي اول حاجة هبتدي استخدمها. سكر عادي اللي هو السكر الخشن، هبتدي اضيفها في البولة، واضيف عليها نص كوباية من الزيت. انا هنا المفروض احط كوباية كاملة، بس انا حبيته انه يبقى اقتصادي اكتر حاجة، فهنحط نص كوباية بس. لو بتحبوا البسكوت بيبقى ناعم، يبقى لازم تلتزمي ان الزيت يبقى كوباية. انا هنا حطيت نص كوبايه عشان احنا بنحبه مقرمش اكتر حاجه. كوبايه من السكر وكوبايه من الميه، هنضيف عليهم نص كوبايه الزيت، ونقلب الحاجات دي كلها مع بعض. مش شرط خالص ان هما يدوبوا للاخر. ضفت ذره من الفانيليا ومعلقه من الخل، وهنقلبهم كمان تقليب. مش لازم زي ما قلتلك ان هما يدوبوا للاخر، هنسيبهم على جنب ونركنهم. ونخش على المكونات الجافة. انا معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، نخلتهم كويس جدا، وضفت عليهم تلت كوباية من النشا، وحطيت عليهم ذرة ملح. وهبتدي احط عليهم كربوناتو او بيكربونات الصوديوم او الصودا، زي ما حضراتكم بتسموها. انا بالنسبة لي عارفة اسمها ان هي بيكربونات الصوديوم. اتمنى ان لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش لحد دلوقتي. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هضيف ربع كوباية من السمسم، دول عبارة عن معلقتين كبار من السمسم. وعشان نوصل للون الحلو اللي بيديهولنا البيض، هنبتدي نضيف هنا ربع معلقة او نص معلقة بالكتير، نص معلقة صغيرة من الكركم. ده هيدينا لون حلو للبسكوت من غير ما نستخدم الوان، وكمان من غير ما نستخدم بيض. لازم تلفي المكونات الجافة دي كويس جدا مع بعض، علشان كل الحاجات تدخل مع بعض. طبعا ضفنا معلقة كبيرة من من الكيك شيف او من البيكنج باودر او اي حاجة من اللي هي الروافع بتاعة الكيك. بعد ما هنقلبهم كويس ونتأكد ان هما اتقلبوا بشكل حلو جدا، ضروري الدقيق يبقى منخول، ضروري ان انتي تحطي بيكربونات الصوديوم مع البيكنج باودر علشان خاطر يرفع معاكي، لان هنا مفيش بيض. فاحنا هنستخدم الحاجات دي ضروري عشان ترفع معانا البسكوت ويبقى هش من جوه، ميبقاش مكتوم. وزي ما قلتلكوا لو بتحبوا البسكوت ناعم، هتبدلوا نص كوباية الزيت بكوباية كاملة من الزيت، او نص زيت ونص سمنة. هنقلب الحاجات دي كويس جدا مع بعض، ونبتدي نضيف عليها المواد الجافة. ما تنزليش بالمواد الجافة كلها مرة واحدة، علشان احنا مش عايزينه يبقى يابس جدا. هنبتدي ننزل واحدة واحدة بالشكل اللي حضراتكم شايفين. اهم حاجة في الخطوة دي ان حضرتك لما تنزلي بالدقيق بالتدريج، علشان خاطر ما تاخدش كمية مواد جافة اكتر من اللي محتاجاه. هنقلب بالمضرب زي ما حضراتكم شايفين كده لحد ما تاخد الكمية الكافية ويتقل معانا شوية. بعد كده هنبدل المضرب ده بالمعلقة الخشب او المعلقة السيليكون، عشان القوام بتاعه بيبقى تقيل مش زي القوام بتاع الكيك. وفي المرحلة دي هنلم الدقيق من على الجناب، وبعد كده ننزل بباقي كمية الدقيق. طبعا الدقيق عليه المواد الرافعة وعليه اليانسون، وهنقلبهم كويس جوا بعض. هو القوام بتاعه بيبقى زي القوام بتاع الكيك، لكن لما تبتدي تيجي تمسكيه بيبقى يعمل زي طبقة كده او قشرة من فوق. هنقلب الحاجات دي كويس مع بعض عشان نتأكد ان كل المواد اتجانست، وكده بيبقى خلاص احنا خلصنا المرحلة دي. بالنسبة لمرحلة التسوية، اهم حاجة ان حضرتك تبقي مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، نفس درجة حرارة بتاعة الكيك، من قبليها ب10 دقايق. وهيبقى معاكي الصينية اللي هتستخدميها. انا هنا مستخدمة صينية مقاس 40 في 20، علشان خاطر يطلع معايا مستطيل، عشان اعرف اطلع منه مربعات كده يبقى الشكل بتاعها حلو. هدهنها طبعا بالسمنة او بالزيت. السمنة بتبقى افضل عشان تبقى
القوام بتاعها أتقل شوية وتدينا طعم حلو بما إن احنا محطناش سمنة في البسكوت. وطبعا لازم هنبطن الصينية دي بدقيق. أنا بالشكل اللي حضرتك شايفينه ده كنت بطنتها، ولازم نرجع نقلب تقليبة كمان عشان بتبقى أخدت شوية من الهواء من المواد الرافعة اللي احنا حاطينها، البيكنج باودر والبيكربونات الصوديوم. وهبتدي أنزل بكمية كلها بالشكل ده. هندخلها الفرن بتقعد من 35 دقيقة لحد 45 دقيقة. هنتأكد ان هي استوت لما نلاقي الوش بتاعها احمر، وفي نفس الوقت دخلنا خلة فيها او سكينة او اي حاجة اختبرناها وتأكدنا ان هي بقت تمام ومفيش جواها عجين. اهم حاجة في الخطوة دي ان احنا نساوي الوش بتاعها، هنبل ايدينا بشوية من المية ونساوي بالشكل ده. هوريك شكلها وهي في الفرن، ما شاء الله وصل الارتفاع بتاعها عالي ازاي. هتبقى طعمها تجنن كأننا حاطين فيها بيض واكتر كمان واحلى كمان. اهم حاجة بعد ما تطلع في الفرن تسيبيها في الفرن 5 دقايق عشان ما تهبطش منك. وبعد ال5 دقايق دول او 10 دقايق تبقى بردت شوية، هناخدها ونطلع بيها على الصاج ده علشان خاطر نعملها تبقى مقرمشة كده ما تبقاش ناشفة. هنقطع الجناب لو عايزين تستغنوا عن الجناب او تتاكل كده وهي اللهم صل على النبي وهي ناشفة، يعني من غير ما تتحمص كده زي ما طلعت على طول كأنها كيك، مفيش مشكلة. لو عايزين تحطوها وتشوفوها برضو تمام. هبتدي اقطع فيها، انا هنا كانت لسه دافية معايا شوية، قطعتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده عشان تطلع معايا زي بسكوت اليانسون اللي بنجيبه من الفرن. اللون الحلو ده جاي طبعا من الكركم. هبتدي اقطعها وارصها واوريكم شكلها في الاخر. بالنسبة لدرجة الحرارة عشان تتحمص معانا وتبقى مقرمشة جدا، هنحطها على درجة حرارة 150. بتقعد من 10 دقايق ل20 دقيقة على حسب الفرن وعلى حسب انتي بتقلبيها ولا لأ، او عندك مروحة لأ او لأ. لو عندك مروحة 10 دقايق بالظبط وهتطلعيها تبقى باللون القمر اللي حضراتكم شايفينه ده، وتاكلوها بألف هنا وشفا جنب كوباية شاي او كوباية شاي بلبن في الساعة دي بتدفي وريحة اليانسون حاجة كده تستاهل بقكم. هتقدموها مع اي حاجة تحبوها. شكلها حلو قوي وطعمها مقرمش. اتمنى تجربوا الوصفة بتاعت النهاردة، بس لو عجبتكم متنسوش تكتبولي في التعليقات. واشوفكم باذن الله الفيديو الجاي على خير. هنعمل مع بعض كوكيز حلو قوي بطريقة سهلة وبسيطة كمان، مش هنعمله بخلاط ولا اي حاجة. هيعجبكم باذن الله.